عمرك شفت شخص هادي وعاقل لوحده ولكن بيتصرف بطريقة مختلفة وسط الجمهور؟ هنا ببساطة انه الفرد غير الحشد. يعني لما بتكون لوحدك بتحلل وتفكر وبتخاف من العواقب، لكن وسط الجمهور الإحساس بيتضاعف والمسؤولية الفردية أكيد بتقل والاندفاع بيزيد. وده طبعا اتكلم عنه علماء كتير في علم نفس الجماهير. ليه ده بيحصل؟ لأنه ببساطة في الحشد الهوية الفردية بتكون ضعيفة جدا، والهوية الجماعية أكيد بتزيد. بدل أنا يبقى إحنا، ولما تبقى إحنا بتبقى المشاعر أعلى من المنطق. مثال من الواقع حوالينا، بتلاقي هاشتاج بينتشر وموجة غضب بتعلى ورأي بيتحول لطيار. بنلاقي ناس كتير بتشارك من غير حتى ما تقرأ التفاصيل بشكل كامل. ليه؟ لأنه طاقة الجماعة بتشد. وأنا هنا مش بحكم على موقف، ولكن أنا هنا علشان بشرح آلية. هنتقل لنقطة تانية وهي عدوى المشاعر، أو إنه المشاعر بتكون معدية بشكل كبير. في وسط الحشد بنلاقي إنه الغضب بيتنقل والحماس بيتنقل والخوف كمان أيضا بيتنقل. في الحشد العاطفة بتنتشر أسرع بكتير من التفكير. وسط الجمهور الصوت العالي بيكون أقوى، والرأي الحاسم بيكون مغري، والشك بيكون ضعيف، والشخص اللي ممكن يسأل لوحده بيسكت وسط التيار. وده مش لأنه جبان، ولكن ده جزء من موجة. احنا فهمنا إنه الخوف بيحرك، والأمل بيمشي، واللغة بتوجه، والانحياز التأكيدي بيقفل عليك الدايرة. وسط الجماهير كل ده بيتضخم والتأثير بيكون أسرع وأقوى. الإنسان لوحده بيفكر، لكن وسط الحشد المشاعر هي اللي بتقوده. وأخطر حاجة إنك تفتكر إنك بتفكر لوحدك وإنت في الحقيقة جزء من موجة.